قصيدة. ماذا أقول فيك يا سيدي يا رسول الله، وأنا لا أجيد لغة ترقى لرقيك المريح، أكلاما عربيا أنطق به، ولغتي عجزت عن مجاراة الشعراء وكل ذي قريح. فللعرب ألسن وبحور كلام لا تنضب، ولكن قد اختلط الشعبي منها بالفصيح. فمن أجاري في المديح ولست أهلا له، أشعرا يكون لكفارة أم أكتب للترويح؟ أهو شوقي الذي بويع على الشعراء أميرا، أم البصير كاتب البردة وملك المديح؟ أهو حسان بن ثابت شاعر الرسول بعينه، أم هو غيره من المتقولين أزيحه أو يزيح؟ وأي الكلمات أزين بها أبيات القصيد، وأي الحروف أنسف بها الوجه المليح؟ أسهب في مدحكم الشعراء يا سيدي، حتى أنهم لم يبقوا لنا من الكلام الرجيح، فلم نجد قولا بعدهم إلا كلام حب وشوق وسير زاكيات ليس فيها ذم أو تجريح. يا نبي الهدى إنا لما تواتر إلينا عنك بتنا ذو أشجان أو أصحاب قلب قريح، فما من مصيبة أعظم من رحيلك عنا، كأن بعدك قوم هم عن أوطانهم منازيح. فنحن منذ عرفناك نشد بحبك شدوا، ولا نسلي قلوبنا إلا بقدر حالها الرزيح. وقد ازددنا إليك شوقا، وليس لنا إلا توسلات نتوسمها فيك لخلقك السميح، ونرجو منك الشفاعة في نيل الجنان، وأن تلد عنا يوم يرتج الفضاء الفسيح. زيدكم واحدة عيسى غيرها بركة. هذه في المرحوم. هذه قصيدة بعنوان الفانية. على الدنيا قصدي. على الدنيا واحد. قالوا لي ما قلبك مطمن هادي، والدنيا مهلكة تعصف بينا عصيف. قلت لهم ياك نعتصم بالهادي، ما نتحير كان الشاي يرجع صيف. ما نقنط من الله ويكسر تنهادي، ما نتقلق والرزق ما جاب السيف. مهما سرالي نكتم في فؤادي، ونتذكر راني في الدنيا غيضيف. نربح رضاية ربي يرتاح وسادي، وتتحت ذنوبي كي ورقة خريف. الدنيا هموم ذا على ذا تابع ينادي، ما تسلك وانت تناجي في اللطيف. تنسى اليوم هم يجي الاخر كركادي، يقوى عليك الجراح ويقوى لك النازيف. لو ما تفطن تبقى بجرحك تصادي، وتبقى معطوب وما يداوي ضرك شريف. لا بغيت تريح ما تبقاش جاي وغادي، وربح دعوة الخير راه فيها التصريف. اللي تبع الزهو يولي له تنكادي، ويثقل بالذنب لا تحسبه راه خفيف. اللي بعقله مدار الفانية معمادي، وما غرته بزينها عارفها تخويف. يعرف كل اسرارها يخافي والبادي، ويبادر وما يكونش من اهل التسويف. شكرا